الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظرنا إثمار الدرس عدان شرب الأخطاء إلى سنة شهر رمضان، كي من باب الإنسان يتحرى الصواب ويأتي بالصيام على أكمل وجه، ورسل قصر بلجر الصيام للناس، ورسل يعرى الصيام للناس، ورسل يعرى الأوقات إلا الأوقات ثمينة شهر رمضان. ذكر بعضها نسمي كثير كانت أعلى عجالة باش نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى عن يد القيمات. فلنات من بين الأخطاء اللي تسيني شهر رمضان أن بعض الناس في شهر رمضان يعني يستطيع القصر بلجر الصيام والصوم بالكلام الفاحش، الهضور بالعينان للسوق للدين، لغدين ولدي وراء، لغدين لغير العباد، لغدين العباد. شهر رمضان أنه أما كانت شهر للخصومات، شهر رمضان ما كان شهر إيه من غير الشهر نسوق للدين، نعبد السوق بمولان، أين ودي وراء العبد. كنشتهي مرة ما يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام يبين إذا كنشتهي أنه ليس الحكمة من الصيام يتمنى أنه يقول هذا يجي مانيس كان الشهر، هذا يجي مانيس الفات وخلاص. في وين الصيام يتمنى وتستر وخلاص، وإنما الصيام يتمنى المقصود هو صيام الجوارح. الجثن غير المثل غير يتمنى إلى قاضي الزوم، إلى السنة غير قاضي الزوم، أننا غير قاضي الزوم، الزوم غير قاضي الزوم، إفسن غير قاضي الزوم، إطرنا غير قاضي الزوم، الزوم غير قاضي الزوم، وفي مرة غير قاضي الزوم. كاشتغل لما الإنسان بده يحقق تقوى، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. اللهم يبغى ربي سبحانه وتعالى أنه في القابل كان ومتسارع، ومع في المقابل نهضر في العباد، تسلمين في العباد، العباد نخدع العباد، نكلح العباد، وهي ليس الغاية من رمضان. فالغاية من رب العالمين: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذلك يشمل من الأخطاء أنه العباد يتقالش شهر رمضان ما كندربون بالغينا وفريق اللي كان كما خطوش تستعطف يفقع بزاف رمضان، ولهذا ما في تفض بزاف يتنا وحيد العباد. وإنما الصيام يثمى ويامك الإسقام يتسارى والعب يهدئ الأخلاق ويهذبها، يصير غير الظلم. العاب قالوا كان إلى قضية الظلم دينا يديروا إلى قضية السياسي مانيس ما دمت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه العبد مرض الظلم، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. أقدر الإسقام شهر مطار، أقدر بالعواشر والسنة دارك الإسقام العبد الذي قاعد يمانيس اللي ولا عيمانيس شي شهر درا نسنق العباد دير بالعباد تيكي ميت مغطباي عايدي وين أنه مرة إلى شهر رمضان إلى قام كسيفات إلى قام ثلاثا إلى أربعة إلى الأحسن. لذلك كذلك يثنى خصوصا شهر رمضان أين ديتينا للتبذير والإسراف، ولأنه ما كيشتهي الأصل شي كان يلحق حتى رمضان، حتى يعني قبل رمضان أو بعد رمضان، ويلغي التبذير يلغي الإسراف أي مرة ما يثنى والورع والبنيها في الناس. إلا كتشف بلغ شهر رمضان مواسم أي كان تشتشت كلوا واشربوا ولكن ولا تسرفوا.
إن الله لا يحب المسرفين ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالتبذير يغيث ما الإسراف أين دي سيدين شعر يعني العجب نهضر كذلك يثمى أنه ويكني يتضيع عن الوقت نسم خاصة الخلاف على مرات كانت كوزيت كان واحد مفطور كان واحد ينسير مع تصديع وقت ناس وقال تقرأ القرآن أو قال ما تنفل أو قال تذكر ربي يعني ليس أنه الغاية كرمضان كان مارس الصح وهي بالجانب تخدم النية تسوي مجازيس تخدم النية تسوي مجاز ولكن تصديع عن الوقت خاصة كليدنا 10 من دولة الوقت ستمر 10 الأواخر 10 أيام المفضلة في السنة خاصة الليالي والغرنال والفجر وليالي العشر والمقصود هي وليالي العشر 10 من دولة من رمضان وقيل هي أفضل الأيام بالسنين دولة إلى أفضل الأيام وبعد ديما الصديع مثل واحد القطو واحد وينا إلى آخره. فهذا الإنسان يجمع إلى يتحرك كل هذا. على كل هناك كذلك من بين الأخطاء وشأن نكمل وهو عدم تبييت النية. السيد إن شاء الله يثنى الخير لنا غد ليلة الشتاء السنة غادي بال أيوة رمضان غادي يكمل الشعبان غادي بال أسكو مسكان رمضان خاطئ. النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ما إلى بلغ يوم رمضان أسكو إن شاء الله بالخير لنا أنظر. من بين الأخطاء أنه غادي يخدم العباد أنه لا يعقدون النية بمعنى أنه ما دي بنسغي رمضان وذي مسكن رمضان يتنين إذا قد خدمت النية أنه مسكن رمضان ظلمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. وقال الخلاف سسمت شوية فكشي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له. والنية تكون إثمان يكون محلها القلب وليس بالتلفظ لا غادي ينطق وإنما أتيني بوليس بمعنى مجرد تعرف أنه أسقي رمضان إلى قليل النيل تعرف النية أسكن الزوم أسقي رمضان أسكن الزوم ونزوم 30 يوم غير يكتمر بالعالمين. فوليك خدمنا له النية ورا على مرة من طولنا رمضان لا خاطئ إكرت كان يسقيا إن الناس بعد رمضان وفيني ما تظنوا تخدم ترى النية بما أنه تخدم ترى النية اسمه يروح فلا صيام له. الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام يريد إثم تبييت النية غسل كان قبل طلوع الفجر هي والبلكية اللي يغفلوها يعني مالا ولكن قبل الفجر يعلم أنه مسؤولية رمضان غادي يخدم النية وغادي يزول. وكذلك إثم من الأخطاء التي أنه اسمنا غادي يوم رمضان قال من نادى السيد ما شاء الله بالخير لهنا من نادى أسبوعين رمضان ثلاث صلاة التراويح لأنه مجرد من ديثنا غير رمضان الليلة اللي تعتبر هي الليلة الأولى من ليالي رمضان يعتبر يتنين رمضان الليلة الأولى من ليالي رمضان فيقام فيه صلاة التراويح. فدنا معظم الناس إلا من رحم الله الليلة اللي تصبح صلاة التراويح يعني يا إما ذا الإهمال يا إما ذا السهوان يا إما ذا الغفلة فغيثنا صلاة التراويح الليلة اللي بديوارا الإنسان كنس قارض يفرط فيه ديوارا كنس قارض الأطيق الصريح يلاجر يليس. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى مع الإمام صلاة التراويح حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. تفكر به سبحان الله الرجل أمكث قيمة الليل
بأكمله قيام ليلة كتب لك أجر قيام ليلة، يعني الرجل غلطها، فالإنسان يتنظر يتضيع على ما كيشري. فكثير من الناس أنه تصل لصلاة التراويح اليوم الثاني ما راضي الزور يسحس أماكن ضرنطان، إذا حشم غير الزور باش كتسحس أنه ضرنطان باش كديسي صلاة التراويح، لا، وإنما مجرد يبان دايما ضرنطان الليلة اللي هي ليلة الأولى من التراويح. كذلك يتم من الأخطاء للأسف الشديد أنه نضيع الفرائض، نضيع اللي يغدي فرض ربنا، نضيع اللي يوجب رب العالمين في الليلة. وهو أنه كثير من الناس في رمضان للأسف الشديد، ورمضان لم يجعل لهذا ويثمع، يلقى يثمع رمضان نعكس المفهوميس ونفهمها حقيقة تشهد رمضان باش نفكرها والحقيش باش نفكرها وزاديس. فشهر رمضان ما كيقل للسهرات، أما كيقل للسهارات، فما تفكرها للأسف الشديد التسعة ديال هي مرة واحد السهرات أدي يوم صباحي. ما لدي الحق يوم الأمر يبدأ مهم جدا، لما ينادي المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، ما لدي الحق الوقت نظلت الفجر إما نذر حديث داير على لأنه يسهر إو يتصبحها ميدي الحق الوقت الفجر ذي نوم يروحيين، يعني ما قليت السهرات الحاجة غير لعبك الذي سهر قيام الليل وإن الحاجة العالية. ومع ذلك أفضل القيام قيام الليل قيام داود إلى صديم الوقت كان ذي قيام الليل. ومع ذلك الإنسان وصدي على صلاة الفجر، فما لدي الحق الوقت صلاة الفجر لأصدعت فريضة من فرائض الإيمان من صلاة الفجر. صلاة الفجر عند دين النبي عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة عند صلاة الفجر وعند صلاة العصر. صلاة الفجر وصلاة العصر الثلاث نتزلتين من دام الملائكة في دي تسم كتبت الملائكة كرام البررة الكتبة تطرد على صلاة الفجر اللي تطرد اللي بتالي تملاقات يتعاقبان، يعني تملاقات ظلت الفجر ظلت العصر اللي تطرد اللي بتالي اش خدمت كتبت ويكنا الحرارة عند هذه الصلاة. فتخيل يثمر أنه الشيء بلاليست عند صلاة الفجر أو عند صلاة العصر التسليم لاليست لي وأنت من الغائبين رب العالمين. يا ربي مثلا فلان يغاب فلان يغاب فلان يغاب، لو كان يسعى العذر الشرعي معليش يمشي تجاد لأنه مسهر لو يتصبحين يلحق صلاة الفجر كذلك يثمر من الأخطاء ترك أكلات السحور. وين يثمر السحورين الطعامين إذا طعام مبارك. كثير من الناس ربما وصف كلام مازال كي معليش كي ما يلعبوش حرارة ولاش في الناس وتصلى غارة وتشفى غارة، يعني ليس مجرد كان يثمر أنه تصلى غارة وتشفى غارة، مع أنه سمية النبي صلى الله عليه وسلم طعام مبارك وبحق يتعوي العبد الذي سحر العبد الذي سحر لا ماشي كيف اسميه طعام مبارك لأنه يتباركت إيما ولاديس وانا رديك نردي السحر يتبارك يصدر بالعالمين قاس النعم قال يوم منين لأنه يتقوي فكان الجفاء أنه يتعاون أنه حقيقة سيرت بالصحيح وتصفى طارا وتصرز طارا وفتشن طارا يتعاون. والنبي عليه الصلاة والسلام وصي غيثمان أكلة السحرين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، إنك سحرت
فإن في السحور بركة. زيد بزيادة إن النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه أحدهم دعاه إلى أكلات السحور، فغير النبي صلى الله عليه وسلم هذه بركة أعطاكم الله إياه فلا تدعوا. فيرضى البركة كي يقصد رب العالمين، فلا تدعوه. مرد ديفكي والهدية، مرد ديفكي والحاجة، خاصة ما تيجي رب العالمين يكستفكي إنيش نبي والسجاد. ولو قبل هذا يتم صار جمع التبرعات فائدة الجميع الديني مسجد قرية تسقى بلدية المزريد، والله لا يضيع أجر المحسنين. ولو أنه الإنسان بركة أكلت السحورية شاد الحاجة راك نسقى لديك الحاجة غير مقام، الحاجة غير لديك مقام، الحاجة راك نسقى ليلة المزيد ولكن يبرد رب العالمين زيز. تشوف أكلت السحورية إلا النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر على تمرة. أتي أكلت السحور أتشد شرع عقاين سمر، عقاين سمر يدي بركة رب العالمين زيز بركة. فإن لم يجد تمرات حسى حسوات من الماء، ميدا ورفاري وفارك راعي عقاين سمر. هذه السورة كفقه وامل، هذه السورة امل، هذه السورة امل يعتبر بالسحور ويهدي بركة رب العالمين زيش وتصيب السنة وامتثلت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تدع هدية الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم دعاه كذلك أحد الصحابة إلى أكلة السحور فقال هلم إلى الغذاء المبارك. اسميس النبي عليه الصلاة والسلام شرع عقيل اسمه من غرات تشتكني اسميس غذاء مبارك. تسحروا فإن في السحور بركة. شوف يتما يمسلين النبي عليه الصلاة والسلام دائما يتسبيل لنا أنه السحور ذو البركة. تسحروا فإن في السحور بركة. ذو البركة ما فيكم تضرب من الشجر هلوما إلى الغذاء المبارك. إتما رب العالمين يزيز بركة من حيث لا تدري ومن حيث لا تشعر. فغيث ما ديوان الإنسان كنسقار يفرق أكلات السحورية لكن الدنيا ولو هذه السوء كيان ثقه وامل، ولو هذه السوء ثقه وامل. كذلك يثمى من الأخطاء التي في شهر رمضان أنه لا يكره ويتمثل هداهم الله ويشنمي إلى مبتلث رب العالمين الدخان. أسأل الله عز وجل أن يوفقه يوكل يعني غتكسوي بلاء عظيم يثم الدخان يثمل باتفاق العلماء أنه غير النص الموت البطيء. الموت البطيء أقلك سنو تمانيش سيمانيش وهو أكل خبيث وشراب خبيث وهو محرم باتفاق العلماء. وهنا الذي كيف الدخان ثاني تؤثر وهو شراب خبيث. ثم غيثنا الإنسان ما إلا يبغى قد يطلع يثمى في الدخانية أحد الأطباء يثمى إلا إسعار العلاقات نسقام الطبيب إلى يدمر وحيد الحلوق والثغش إلى 25 سنة وكذا خدام. ما أتاني عافاني الله وإياكم بمريض إهلك لهذاك السرطان إلا وصاحب دخان. نعم بعد الأذان شيء ماشي باشا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. ثم غيثنا باش كنعرف حقيقتنا أن الله نتعمد نسوي الهلاكات سفاس لنا نصبروا إيمان الناس سفاس لنا ونعلم غيثنا أنه المضرة العاب غادي يسلحق المضرة من المجتهد وردي وراء وربنا ولا تقتلوا أنفسكم وتنغتروا من النور وتزور من النور. نكلين على غيثنا المنطقية أنه ما ينغف شيء الحاجة غير ذيري تكتهبش نتسقط مرة نعلم ما ينغف شيء الحاجة غير بيريمي راح أكثبور وكان شتغل ويتس الأخبار ما رديني ولا الماكلي مثلا تبيريمي ولا ما تشيطس أكان نويتس الأخبار نعلم أنه ما ينغف تشيطس لأنه تبيريمي أتعالي شوف. ولكن يثنايا للأسف أنه الإنسان ما رضي يعلم أنه أي سلعة أيا كان ذا الماكلة لا غادي تسيسيت لا غادي دواء يعلم أنه قبل تيسو إلى قد يفيريفين لا تطينس أو قيمة شغل أو قرأت تمث الماكليين أو قرأت تمث تيسيتيين أو قرأت تمث دوية تسعى لا تطينس. الإنسان يزمر يغفر ولكن الدخان يثمع ولاش الحاجة اللي تشتغل اللوزين إلا المباشرة الذي فغ الموت بيريمي أنشد الدخان وليتعرض الصلاحية أدفع مباشرة في الديكاشير أنشد العجب موضر حذر موضر للصحة شيني الدخانيين كيف تتسنزر تبرق رويش بعد تتساغط تبغيتو تتساغطر ولكن فها الكاشي غنشتيلات مضر للصحة راح كهاليش راح أكيس هاليش ولي بغاني يثمع ديالو نفس الخبر باش هو يخدم الدخانيين ثم كنسقى الحمد لله مواقع التواصل الاجتماعي اكشم كلمة على اليوتيوب الله رزق سواليش اكشم على اليوتيوب خذ أضرار الدخان داش اللي تساوي الدخان المضرة أنفي موجات لي بومو إذا ما يكلم كيف نكان زداخل يمكن موجات دي ولا في موجات سيبا كانين دي ورين لي بومو مش مرض زرت سواني كانك لا عود وعسى استني ترى ثيا ندير نسوي هذا الشهاده مساش بها غادي أنه للأسف الشديد اللي كلاوات ماتنا ولا شهر رمضان إلا من رحم الله عباد مخالفة بعضهم يتأفف شدي الخدام شهر رمضان وتكيف هذا أنقم ميلاد في قلب جرامد المغربان وتكيف هذا ليش راه تسعة ديال السنوات ومن بعد يتحسن فينا وقال لي فكر رمضان ولا يتحسن سوسان وبعضهم يتعسى والويل المقصود بالغلط أنه يتعسى أذى المغرب على أحر الليل الجمل وشو صدر الدخان يتعسى لو قال ذي الدين وشو تزور رمضانينيس يتزور رمضانينيس صدر الدخان وهي أصلا مخالف للسنة لأنه يثنى أنه من السنة الإنسان شو شرع غير رمضانينيس وهي أمر طبي غيثنا شو غير رمضانينيس كل وين يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يثنى والله راه يربح الدوليتيس ولا خالتيس من حيث يعلم أو من حيث لا يعلم حتى الأمور الطبية غيثنا حتى الأمور الطبية
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على مرد المغرب، يفطر على تمرات يتنزل رمطاني نص رطبات، فإن لم يجد رطبات على تمرات، فإن لم يجد تمرات حسى حسوات من الماء. ما إذا ينفع عقين سمر هذه رمطاني نص، ما إذا موري فارت سمر هذه السوار كيف شو يثمر شو تقرب الطباء قرب الطباء يثمر أنه العبد مرد من خلال السويع وريد شي وريد سويع البعدين سيثمر وتصغير لا مكان البعدين يستكمل داخل. الحاجة تمزوات الإنسان الذي بدون المكلينس باش البعدين بدون تسيري كبيري تسيري مهيئة لاستقبال الطعام تحوج السكر. ولهذا العبد العالي الذي جاء قيمة سمر ما يتجمع قيمة سمر الحاجة العالية مولاش هذه السوامات قالناش حسوات من الماء قالوا وقت ما رجع قيمة سمور باش يتقرب الطباء وليت تسرى والماكله ديالك ولكن الطباء يتقرب غيثنا ماشي الطباء لا يمسلمنا الطباء لا الغرب هضروا تسمع العبديه ماشي غير الزوق يمكن كان الفرا الماكله وليت شارع مع البدايه والسكنه غادي تديرات قالوا كان السكنه غادي تديرات غادي دوري مالس قرنا كي لقاديتش الحاجه اللي نسعى الكلوكوز هي حاجه اللي السكريات ولاش الحاجه غير نسعى السكريات واش تنتصار الاحماض الامينيه بالك الشراغ الديسير الفواكه كل يوم باش يسعى احماض امينيه ولاش التمر الا اللي جمعت انت تمر ويكون يقرا سيونتيفيك على الطبيعه الاخرى على المس الحوايج تاعي يجمع انت تمر التمر الا كمان هذا الشيء هو باش دقيق الى قضيه 10 دقائق وريت السيره ديالك ايوا شو باش كاين العضينه تبدو تهيدي مانيس الماكله لكن هذا شنو نخدم يتما نطبقها كنشتري من حيث ما يشعر ايوا شوف الحمد لله ديننا نتبع اين دين ربي غير اللي ديننا ونبيع ونتدور ترى مننا مرات رزق المده نينيش دا شنو نخدم يتما نتظلم المغرب باش حديد نساوي صلاه المغرب زيت الوقت نظام 14 دقيقة ليه ولا قليل كذا باش طمانينة هي دي ماشي أما مجرد ولا الذي نقخر دير كان يدنا المغرب ماشي طلع في طرحين المعدين كشتي غيثنا من الأضرار فمن تطبيق السنة غيثنا أن الإنسان يفطر على تمرات ما تشاف الدخان يثنا على فرس الرمطاني ماشي الدخان على فرس الرمطاني حتى لما أكلتيتو وديوانا الصوات الصوات كنيس على السلطاني الحاجة اللي لا الصغير ولهذا العبادية اللي نفهم العبادية اللي نسمع ما نسمع لكن خامشي نردو ولا حاجة اللي لا الصغير كاين شو شنو نبدو كيعرفوا ربي ولا حاجة كاين غادي نبدو الحاجة اللي لك خفيفيت هذا نبدو كان الشهر الحاجة اللي تحنا الحاجة باش كتديها كان المعدين ثم بعد ذلك يعني كما كذلك من الأخطاء التي تلين بالوطن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بحسب المرء لقيمات فإن لم يكن فثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس شي تعلم بعد ذلك مرة تستنزل صلاة التراويح مرة تصل صلاة التراويح إذا قتلت كم تجيك شوية من القوة أمشي راه تشوفصو يعني ما تشوف الحاجة غير خفيف باش مرة تزلط مرة تبضط تسيري تنفر ولكن ما إلا تشيتك نسبار الميدان عوز مرة راه تحرشت تستنزل صلاة الركعات التراويح راه خلاص وز مرة تبضط وز مرة تبضط فالإنسان لديه المعيش ثم بعد صلاة التراويح يتما هذه قد خميس ديالنا غادي تشيلي استقدار بالعقل كذلك يتما طول غيتما من الخطأ اللي تيلي في كل رمضان أنه كأننا نشعر بالملل نتكشم ذكاء يتكمل ديك الشمرطانة كيا نتكشم الحماس والسالي زورق الرمطان قراءة القرآن الصلوات ديال المساجد الجمعة وعيبة الشروط والتفطر كان صلاة التراويح تعدي السمانة زواتني كان هذا بدو
يتكشف ككراويت مثلا نوع من الملل، بدون فرغ الجوامع، بدون تضييع الصلوات، بدون ولا شيء، بدون غابة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يمل حتى تملوا. إن الله لا يمل حتى تملوا. رب العالمين يثمر ميلا من الذي ميلا من سمثيتي ميلا من نسقار نصر القاعمة ربي غادي يذلنا، ولكن ميلا مجرد ذاك نسقار والسليم زوار كان بعد نغفل في الناس إنسان ولا ربي غادي يسهو ولا ربي غادي يسهو. ثم أن العالم يثمر ولاش المسان إلا العلي قرطان والسنين قرآن، والسنين قرآن هي الأفضل 10 أواخر إلى الأفضل. الإنسان هذا الحق ما قد يصبر، ولهذا من نظر العالمين أيام معدودات كل المناسبات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وشهدنا أياما معدودات. والسنين إذا كان يسقرون أيام معدودات، والسنين كان أيام غادي يروح ومن بعد ما تدري الملك اللي في قابلنا ونتفارق على كل ليلة. السيام إن شاء الله ليلة الشتاء قال خير لهنا إن شاء الله غادي تكشف شهرية ميلا ضرطان أسكويا العشية إن شاء الله غادي صلاة التراويح. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. لكن غيثنا ضموطا طلبنا الدعاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وأن يشفي جميع المسلمين. هذا وأكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله.